اللينوفو ليجن جو فعلا جهاز قوي جدا واداؤه ممتاز، واكتر حاجه بتبين قوه الجيمنج بي سي هي الايميوليشن، لان هي بتكون ثيرد بارتي ابلكيشنز وجيمنج وما بتكونش مدعومه نيتف على الجهاز. وفي الفيديو ده هنشوف طريقه جديده عشان تشغل كل الجيمز، وكمان هنستعرض قد ايه اللينوفو ليجن جو يقدر يهندل الايميوليشن وهل يتقارن مع اداء الار او جي الاي. اهلا بيكم. اللينوفو ليجن جو بيجي بمعالج زد 1 اكستريم، وده يمكن من افضل البروسيسورز الموجوده في الفئه دي، وده خلاها الاختيار الاول لشركه ايسوس ومن بعدها لينوفو. بس المميز في الليجن جو عن الار او جي الاي هي الشاشه. طبعا الشاشه 8.8، فالشاشه هتديك تجربه ممتازه عن اي جهاز هاند هيلد تاني. وطبعا هيفرق معاك فكره ان يكون عندك دي اتاتشد كنترولرز. الكنترولرز دي تقدر تشيلهم بالظبط زي النينتندو سويتش، ولكن الريزولوشن العالي اللي بيوصل ل 2560 في 1600 وكمان الريفرش ريت اللي بيوصل ل 144 هرتز، فالليجن جو يفوز في الحته دي. اما بقى لو اتكلمنا على الايميوليشن فنقدر اعمل ايميوليت لكل المنصات الموجوده دي وبشكل سهل جدا. وكمان الستيم ديك عملت عليه تجربه الايميوليشن وكانت تجربه ممتازه ما بينهم كلهم بصراحه. الستيم ديك يعتبر الجهاز مفضل بالنسبه لي شخصيا، يمكن عشان هو لينكس او اس وكمان مفيش فيه باجز كتير ولا ايرورز، وكمان المطورين اللي فيه ممتازين جدا. بس برضه شركات زي ايسوس ولينوفو شركات كبيره وليها اسم، فهتكون مطمن لما تشتري اجهزه زي كده غير لما تيجي تشتري اجهزه زي الايون يو اللي هو بيكون في الصين والكوميونتي بتاعه مش احسن حاجه. بس ليه انا بفضل الايميوليشن على الستيم ديك؟ سبب من الاسباب غير الاو اس هي الاميو ديك. الاميو ديك يعتبر من اشهر البرامج الموجوده في الايميوليشن اللي المطورين عملوه خصيصا للستيم او اس واللينكس سيستم، ولما جم عملوه للويندوز سيستم عملوه بشكل قريب جدا للموجود في الستيم ديك والستيم او اس، بس مش هيكون فري، فلازم يكون عندك سبسكريبشن تقدر ان انت تدفعها شهريا تقريبا $3 في الشهر. خلينا دلوقتي نبدا بالخطوات على طول. ازاي تقدر تعمل انستول للابلكيشن نفسه؟ اول حاجه هندخل على الويب سايت الخاص بالاميو ديك نفسه، وزي ما انتم شايفين هنا تقدر ان انت تشوف كل المعلومات بتاعه الاميو ديك نفسه. بس اللي يهمنا هنا هي المنصات دي. كل المنصات دي هتلاقيها موجوده فري وتقدر ان انت تحملها على اي لينكس سيستم. اما بالنسبه للويندوز فهتلاقيها هنا باللون الاحمر، ولما تضغط عليها مش هيعمل معاك داونلود، لا هيقول لك لازم تكون باترون الاول، وده معناه ان انت تكون واحد من الديفلوبرز الموجودين او واحد من الداعمين ليهم كبروجكت. هتقدر ان انت تدخل على بكام باتريون، وبعد كده هيوديك للينك تاني تقدر ان انت تشوف فيه سبسكريبشن. زي ما احنا قلنا السبسكريبشن تقريبا $3. السبسكريبشن ده هيكون انسب حاجه ليه، لان ال$1 او ال1 يورو الموجود هنا مش هيديك كل المزايا اللي انت هتحتاجها، ومش هتقدر تعمل داونلود بيه. هتبقى عندك بس جنرال سبورت فقط، والكوميونتي كمان بتاعك هيكون مغلق عليه. اما هنا هتلاقي كل المميزات اللي انت عايزها وكمان الابديتس الجديده اللي بينزلوها. فلما تعمل جوين هيوديك على الصفحه دي وتقدر ان انت تعمل ريجستر عن طريق الجوجل او اي منصه ثانيه. وبعد ما تعمل ريجستر هتدخل على الاكونت بتاعك وهتلاقي اللينكات دي، وهنا تقدر تعمل ويندوز انستولر. بعد ما تضغط عليه هينزل معاك البرنامج بالشكل ده. لو ما قبلش معاك بس اعمل له الاو من الفاير وول، وهسيب لكم كل اللينكات دي في الديسكربشن. وبعد ما تخلص السيت اب بتاعك هيطلب منك ان انت تعمل لوجن على البرنامج نفسه بعد ما تفتحه عن طريق كود زي ده، وهيعمل لك لوجن على طول. ودي هتكون هي الواجهه الرئيسيه للبرنامج. اهم حاجه ان انت تكون عارف مكان الايميوليشن بتاعك. في السي درايف هنا عندي الايميوليشن. لما تروح للايميوليشن عندك اهم اتنين هما البايس والرومز. البايس هنا بيكون فيه كل الملفات بتاعتك الموجوده الخاصه بالفيرموير بتاع كل ابلكيشن او بتاع كل منصه. اما بالنسبه للرومز فدي موجود فيها كل المنصات على هيئه فولدرز. عندك هنا البي اس بي والبي اس 3 والبي اس 2 والبي اس 1 والنينتندو، وكل حاجه هتلاقيها هنا. كل اللي عليك بعد ما انت تعمل سيت اب للبرنامج هتدخل على الفولدرز دي وتحط فيها الرومز بتاعتك وكمان البايس اللي هي الفيرمويرز، وتقدر ان انت تبحث على الاثنين على الانترنت. فمثلا لو انت عايز تبحث عن البايوس او الفيرموير بتاعه الار بي اس 3 اللي هو خاص بالبلاي ستيشن 3، تقدر ان انت تبحث عنها على جوجل وهتعمل لها داونلود وتحطها في نفس الفولدر ده. مش هيفرق تحطها فين، بس المهم ان انت تحطها في نفس الملف ده اللي هو البايس. اما بالنسبه للرومز فخلينا ندخل على البلاي ستيشن 2. البلاي ستيشن 2 هنا لو دخلته هتلاقي في كل ملف من الملفات دي حاجه اسمها سيستم انفو. لما تفتحها هتلاقي فيها كل السبورتد فايل اكستنشن دي. الاكستنشن دي كلها مدعومه من البلاي ستيشن 2، فاي جيم هتنزلها لازم تكون من ضمن دول. وطبعا البلاي ستيشن 2 معروف ان هو دوت ايزو. اما البلاي ستيشن 3 فهتلاقيها عباره عن فايل، وده كمان موجود في السيستم انفو اللي تقدر تفتحها
وتعرف منها الاكستنشنز المدعومه هنا. بعد ما تنزل الرومز كلها بتاعتك وكمان البايس، بتروح للبرنامج نفسه وتفتح الستيم روم مانجر، وبعد كده هيفتح معاك البارسر بيج. هتعمل هنا اد جيم وبعد كده هتدوس على بارس. هنا هيعمل كولكت بشكل كامل عن اي جيم واي بايس موجوده في الفولدرات الموجوده عندك، وهيقدر ان هو يشوف كل الجيمز الموجوده عندك ويعمل لها اد هنا. بس انت طبعا مش هتقدر تلعب الجيمز من هنا، فانت كل اللي هتعمله ان هتعمل ريفرش عشان يشوف لو في اي جيمز تانية موجوده، وبعد كده هتعمل سيف تو ستيم. سيف تو ستيم هينقل لك كل البايس الموجوده وكل الجيمز للستيم بلاتفورم. بعد كده هتعمل له كلوز وهتقدر تفتح الستيم دلوقتي. ولما تفتح الستيم هتروح على اللايبراري على طول، وهتلاقي هنا موجود الايميوليشن دي بيكون فيها كل المنصات اللي قلنا عليها، هتلاقيها موجوده هنا. تقدر ان انت تضغط على اي برنامج وتعمل له بلاي وهيفتح معاك. ولما تنزل تحت هتلاقي كل الكونسولز الموجوده هنا، زي هنا موجود النينتندو جيم كيوب والجيم اللي موجوده فيه، والنينتندو سويتش والجيمز الموجوده فيه، والبلاي ستيشن كذلك. كل كونسول هتلاقي تحته الجيمز الخاصه بيها. تقدر ان انت تختار اي جيم وتشغلها على طول. خلينا نجرب سوبر ماريو اللي موجوده على السيميو اللي هو الايميوليشن الخاص بالوي يو، وبعد ما تعملها بلاي هيحولك للايميوليشن وبعد كده هيحولك للجيم نفسها. والميزه في البرنامج ده انه بيعمل لك كاليبريت بشكل اوتوماتيك لكل الكنترولز الموجوده عندك، لان وانت بتختار تعمل له سيت اب تختار اي جهاز بتعمل عليه سيت اب، ودي ميزه كويسه جدا في البرنامج ده. والجيم زي ما انتم شايفين شغاله بشكل طبيعي جدا على 60 فريم بير سكند. انا افضل انك تخلي الريزولوشن الموجود 1280 في 800 وتخلي الريفريش ريت الموجود 60 هرتز عشان تاخد افضل اداء موجود، وكمان تخليك على برفورمانس مود. اول 15 واط هيكون ممتاز جدا بالنسبه لجيم زي دي. وبعد كده تقدر تعمل كلوز للجيم نفسها والايميوليشن كمان البرنامج لما انت تعمل له سيت اب هتلاقيه موجود فيه الايميوليشن ستيشن. وطبعا عارفين ان الايميوليشن ستيشن ده منصه شكلها حلو جدا، بتخليك ان انت تشوف الجيمز كلها بشكل مرتب، وكمان الثيم بتاعه بيكون كويس وبتقدر ان انت تشوف كل الجيمز بتاعتك. وده كله بيحصل اوتوماتيك بمجرد ما انت تضيف الجيمز والرومز الموجوده عندك. كمان البرنامج هنا فيه ثيمز كتيره جدا تقدر ان انت تغير ما بينها. تدوس ستارت وبعد كده تروح لليو اي سيتنجز وبعد كده تختار من الموجودين هنا زي ده مثلا، وبعد كده تعمل باك وهتلاقيه اتغير معاك لشكل تاني خالص. كمان الداتابيز نفسها فيها ثيمز تانية كتير، تقدر ان انت تروح لليو اي سيتنجز وبعد كده تعمل ثيم داونلودر، وهنا كل الثيمز دي موجوده وتقدر ان انت تعملها داونلود على طول وتشغلها على البرنامج نفسه. والايميوليشن ستيشن شبه الريتروبات، والريتروبات انا اتكلمت عنه في فيديو قبل كده على الار او جي ال اي. يمكن للستيم ديك الايميوليشن فيه اسهل بكتير واللايبراري كمان شكلها احلى، بس كمان تقدر تخليه هنا بنفس الموضوع بان انت تدوس هنا على الايكون بتاعه الفول سكرين منيو، وبعد كده هيفتح لك البرنامج على البيج بيكتشر مود. وزي ما انتم شايفين الستيم او اس يقدر يشتغل بالظبط بنفس الشكل اللي موجود على الستيم ديك، ولكن زي ما انتم شايفين كده في فرق واضح في الشاشه وكمان فرق واضح في الريزولوشن. فانا بشوف ان التجربه كشاشه وكوضوح هتكون هنا افضل بكتير. ولما تحتاج تخرج من السكرين دي بتروح على باور وبعد كده بتعمل اكزيت بيج بيكتشر مود. اما بقى لو اتكلمنا على الاداء فاللينوفو ليجن جو اداؤه ممتاز جدا، والامكانيات بتاعته والبروسيسور الزد 1 اكستريم اللي فيه بيقدر يشغل اي جيم تقريبا، وكمان باداء محترم جدا. واكبر دليل على ده هي جاد اوف وور 3. جاد اوف وور 3 هي من العاب البلاي ستيشن 3 اللي بتحتاج امكانيات جباره في الجي بي يو والسي بي يو عشان يقدر يشغلها بشكل كويس، واللينوفو ليجن جو بيشغلها بشكل ممتاز جدا وكانك بتلعبها بالظبط على البلاي ستيشن 3، ولكن هي بتحتاج بعض التويكينج والكونفيجريشن وكمان الابديتس عشان تقدر تلعبها بشكل كويس. خلينا دلوقتي نشوف الاداء بتاعها. كمان سوبر ماريو بروز وندر بتشتغل هنا بشكل ممتاز جدا. كل جيمز النينتندو سويتش تقريبا هتشتغل هنا وبشكل ممتاز،
ولكن كل جيم هتحتاج الكونفيجريشن الخاصه بيها، وفي جيمز هتلاقيها بتشتغل نيتيف بدون اي تعديلات. وانا شخصيا بشوف الجيم دي من انجح الجيمز اللي عملتها نينتندو في الفتره الاخيره، وكمان شكلها طبيعي جدا وممتاز على ليجن جو، وما بتفرقش خالص عن النينتندو سويتش. كمان البلاي ستيشن 2 هنا بيشتغل بشكل طبيعي جدا، وانا لو لاحظتوا بحاول ان انا اشغل اكتر الجيمز اللي بتحتاج برفورمانس عالي، عشان اي جيم تانية تيجي تشغلها هتشتغل معاك بشكل طبيعي جدا. طبعا الام ديك المميز فيه ان انت تقدر تعمل مانج الايميوليترز، وتقدر ان انت تشوف كل ايميوليتر فيهم وتعمل له مانج وتعمل له انستول او ابديت. وكمان عندهم هنا في الويكي دوكيومنتيشن موجود فيها كل حاجه تخص الجيمنج، تقدر ان انت تشوف عليها كل المشاكل اللي ممكن تقابلك وحلها. كمان هنا موجود حاجه اسمها البايس تشيكر. البايس تشيكر هنا بيعمل تشيك على كل المنصات اللي عندك ويشوف ايه اللي مش معمول له انستول عندك. كمان في ميزه حلوه جدا في البرنامج ده، انك تقدر تربط السيفز بتاعتك على الجوجل كلاود مثلا. لو انت بتستخدم اكتر من جهاز تقدر ان انت تعمل سينك للسيفز بتاعتك عليه، وده عن طريق انك تروح للكلاود سيفز هنا وتختار السينك، وتقدر تختار اي منصه من المنصات دي. انا شخصيا بستخدم جوجل درايف عشان اقدر ان انا انقل السيفز بتاعتي على جوجل درايف واشغلها على اي مكان فيه الام ديك. فكرة ان يكون عندك جهاز يقدر يعمل لك ايميليت لاي جيم انت حاببها دي ميزه ممتازه جدا. لو انت مش عايز تشترك في الام ديك تقدر ان انت تنزل كل منصه من المنصات دي، وتقدر تنزل الفريم وير بتاعها، وتقدر كمان تنزل الرومز بتاعتها وتلعبها بشكل منفرد. خلونا نعرف في الكومنتس ايه رايكم وايه المشاكل اللي واجهتكم وانتوا بتعملوا سيت اب لاي برنامج ايميليشن. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده. شكرا جدا على المتابعه واشوفكم في فيديو جديد.